احكام العقيقه بقى يا استاذ. دلوقتي يعني ربنا رزقك بولد او بنت، يتعمل له عقيقه في اليوم السابع، نذبح له ايه؟ ذبيحه كده يا استاذ. تمام. فده العقيقه. العقيقه لغه هو اسم للشعر على راس المولود. هو الشعر اللي على راس المولود يا جماعه في المعجم هو معنى العقيقه يعني. ده في اللغه المعجم. طيب، اما شرعا فهو الذبيحه للمولود اليوم الكام؟ اليوم السابع. اليوم السابع بالظبط. يوم سابع ولادته. اتولد النهارده الاثنين، يبقى الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت الحد يا استاذ. يبقى 3 و4 يوم الحد. بحسبان يوم الولاده من السبع، يعني اليوم الولاده نفسه هيتحسب من 7 ايام. تمام. يبقى احنا بنحسب اليوم اللي اتولد فيه من السبع. فالذبيحه للمولود يعني احنا عملنا الذبيحه من اجل المولود. يوم السابع يعني العقيقه تنتهي يوم السابع. طب هل تصح بعد السابع؟ نعم تصح بعد السابع عادي، ولكنها في السابع افضل. في اليوم السابع افضل. طيب العقيقه يقول لك بعرف مصطلح الفقهي الذبيحه للمولود يوم سابع ولادته. طالما شفنا كلمه يوم سابع دي يا استاذ هنعرف كده على ايه؟ على العقيقه. طيب حكمها يا استاذ بيتكلم على حكمها. ذبح العقيقه ايه يا استاذ؟ حكم الذبح سنه مؤكده، يعني النبي كان حريص على فعلها. فالعقيقه ذبحها او حكم العقيقه سنه مؤكده للمولود يوم سابع ولادته. صعبه دي نقطه. طب افرض ان المولود ده مات قبل يوم السابع، برضه له عقيقه. يعني هو لو مات قبل السابع له ايه؟ له عقيقه عادي. يبقى حكمها سنه مؤكده، ولو مات قبل السابع ايضا له عقيقه. طيب ما وقت العقيقه؟ الوقت بتاعها يوم سابع ولادته، اليوم السابع من يوم ولادته. وهل تفوت العقيقه بالتاخير؟ يعني لو احنا عدينا السابع العقيقه كده راحت عليه او ما ينفعش يعملها؟ لا، ينفع يعملها عادي. فلا تفوت العقيقه بالايه؟ بالتاخير بعد السابع. يبقى انت عندك العقيقه بالتاخير بعد اليوم السابع. فان اخرت حتى سن البلوغ، يعني البلوغ هنا يعني المولود لما كبر، الطفل ده كبر دلوقتي وبلغ، الحكم ايه؟ قال سقط حكمها في حق المنفق على المولود، يعني على ابوه مثلا. خلاص مش ابوه اللي هيعملها. يبقى هو دلوقتي يا استاذ لو كبر المولود بلغ وصار مكلفا، هو اللي يتحمل عقيقته بنفسه. انما قبل البلوغ على وليه، يعني ابوه جده على حسب اللي بينفق عليه. اذا فلا تفوت العقيقه بالتاخير بعد السابع. لو قاعدين اليوم السابع تفوت العقيقه؟ لا لا تفوت. طب هي لما عدت، تعالى يا عم الحاج، هل المولود ده بلغ كبر؟ يبقى هو اللي يعمل العقيقه بنفسه. لم يبلغ؟ يبقى طول ما هو لم يبلغ سن البلوغ، لم يصل اليه يا استاذ، العقيقه على مين؟ على الولي الاب اللي بينفق عليه. طب هو بعد البلوغ المولود مخير في الذبح عن نفسه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ان هو المولود ده هو لما كبر يعق عن نفسه او لا،
هو مخير في الامر ده. والله انا ابويا ما عملش عقيقه، انا عايز اعمل نفس عقيقه، فهو عمل خلاص ماشي. طب مش ما عملش برضه عادي، لانه مخير. يبقى المولود لو بلغ خلاص نقول له واجب عليك تعمل عقيقه لنفسك؟ لا مش واجب، هو مخير. هو مخير في الذبح عن نفسه. صعب الكلام؟ طيب دلوقتي هو انجب، جاب توأمين في بطن واحده، يعمل عقيقه واحده على الاثنين؟ قال لك لا، يعمل عقيقتين اتنين عن الاثنين. طب جاب ثلاثه، يعمل ثلاثه عن الثلاثه. اذا فتتعدد، تكثر العقيقه اذا تعدد الاولاد. اذا تعدد مين؟ الاولاد. صعب الكلام؟ يبقى يا استاذ خاص ما قيل حكم والله العقيقه يا استاذ حكمها ايه؟ حكمها سنه مؤكده لحرص النبي على فعلها. طب هو مات قبل اليوم السابع، برضه له عقيقه، حكمه له عقيقه عادي. طب وهو دلوقتي وقتها امتى؟ اليوم السابع. طب هو عدى اليوم السابع، تنتهي تفوت؟ قال لك لا، لو عدى اليوم السابع استنى، المولود ده كبر ولا ما كبرش؟ بلغ ولا ما بلغ؟ والله بلغ. طالما بلغ يا جماعه، هو اللي يعمل عقيقه عن نفسه، بس هو مخير في فعلها، وسقط حكم العقيقه في مين؟ في حق المنفق عليه. تمام؟ طيب تتعدد العقيقه بايه؟ بتعدد الاولاد. جاب توأمين، جاب ولدين يبقى عقيقتين، جاب ثلاثه يبقى ايه؟ ثلاثه عقيقات يا استاذ، عادي جدا الى اخره. ما دليل العقيقه او الاصل؟ اخبار كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. ويسمى ويحلق ايه؟ رأسه. يعني هو ايه بيتسمى؟ نسمي له اسم يوم السابع. طب احنا بنسميه قبل السابع عادي، بس السنة دي تسميه يوم السابع، ونحلق راسه كمان. وصلت؟ يبقى في عقيقة ويتسمى اسم ويتحلق راسه، ده كل يوم السابع. صعب الكلام؟ ومعنى مرتهن بالعقيقة أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة حتى يعق عنه أو يعق عنه. بيتكلم على موضوع شفاعة الأطفال للوالدين يوم القيامة، فلا يشفع في والديه حتى يعق عنه، تعمل له عق. هذا معنى كلمة مرتهن يا أستاذ. وقيل معنى مرتهن أنه لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه. يعني قصده انه يعني مش بيكبر زي الاطفال الطبيعيين، لا ينمو نمو طبيعي يعني. ده معناه لا ينمو نمو طبيعي حتى يعق عنه. معنى دي ومعنى دي يا استاذ. هذا معنى كلمة مرتهن بعقيقته، موضوع الشفاعة وموضوع النمو. فانت عندك الشفاعة وعندك هنا الايه؟ النمو. طيب صعب الكلام؟ ومقدار العقيقة ايه يا استاذ؟ ما مقدار ما يذبح من العقيقة عن الغلام وعن الجارية؟ والله يذبح عن الغلام الذكر الشاتان، معزة ومعزة يعني. تمام؟ ويذبح عن الأنثى الجارية شاة واحدة. شاة واحدة. والعلة لأن الأنثى على النصف من الذكر، ما هو الذكر له قد الأنثى مرتين اتنين، للذكر مثل حظ الأنثيين، صح كده؟ فكذلك العقيقة أيضا يا أستاذ. الغلام إن هو إيه؟ الولد شاتين، والبنت شاة واحدة. تمام كده؟ طيب دي نقطة. ما الأكمل فيما يذبح عن الغلام؟ ايه الأكمل بقى والأفضل بقى بالنسبة للغلام؟ شاتان كما وضحنا سالفا. شاتان. طب لو شاة واحدة أيضا يجزئ عادي،
يعني لو شاة واحدة ايضا يا استاذ يجزئ. نخلي بالنا يعني. دلوقتي احنا وضحنا بقى، قلنا الاصل ايه والاكمل ايه؟ ان شتان للذكر. طب لو ذبحنا شاة واحدة يجزئ عادي. صعب الكلام؟ واما اصل السنة دي مسألة لوحدها بقى، دي كده مسألة لوحدها. السنة والاصل في السنة في العقيقة يحصل بشاة واحدة عنه سواء غلام او جارية، يعني ولد او بنت لو ذبحنا شاة واحدة يحصل عادي، هو ده الاصل. يبقى احنا لو اتكلمنا على الاكمل شاتان للغلام. طب اصل السنة ايه؟ قال يا استاذ الاصل ان يكون شاة واحدة سواء كان المولود ده بقى ولد او بنت. وصلت؟ يبقى الاكمل شاتان. طب لو ذبح شاة واحدة يجزئ عادي يا استاذ، عادي جدا يا استاذ. نعم. العلة ايه بقى؟ لان الانثى على النصف من الذكر. الانثى قصاد النصف منين؟ من الذكر. في سؤال هنا يا استاذ؟ في سؤال؟ في سؤال؟ لا تمام. قال وكيفية التصرف في العقيقة نتصرف فيها ازاي؟ قال يطعم العاق. العاق هنا اسم فاعل من عق، يعني اللي هو ذبح، يعني صاحب العقيقة، يعني ده العاق. تمام؟ من عق يعق وعاق. يطعم هذا العاق من العقيقة الفقراء والمساكين. هيأكل مين؟ الفقراء والمساكين. مش يذبح العقيقة ويخزنها في كيس ويحطها في الفريزر عنده. ما ينفعش. طيب يعمل ايه؟ يطبخها ولا يوزعها نية زي الأضحية؟ الأضحية توزع نية. قال لك لا، العكا تطبخ مع حلو. حلو يعني ايه؟ والله شوية سلطة بقى، شوية رز، شوية طبيخ، وده الحلو يعني. وصلت؟ ده معناه يطبخ مع الحلو يا أستاذ. 3 ويهدي منها الفقراء والمساكين من المسلمين ويدعوهم إليه. يدعي الناس للعقيقة يعني. ولا يكسر عظمه. ما تكترش، ما كسرش العظم يا عم الحاج بتاع العقيقة. ليه؟ يعني يتفائل بسلامة المولود، يعني يتفائل بسلامة ايه؟ المولود، ان يكون ولد كده سليم وصحيح، فبيكسرش العقيقة ايه؟ عظمها. لا، ليه؟ بيتفائل بسلامته، يقعد يطلع كده جسمه صحيح كده وايه. وصل كده؟ يبقى ولا يكسر عظمها. ليه؟ تفاؤلا بسلامة المولود يعني. يبقى يعمل ايه لما يذبح العقيقة؟ هيأكل الفقراء والمساكين، يطبخها مع الحلو والرز والسلطه والطحين. انا عامه بحب الطحينه، انا بقول لكم اهو. انا بذبحه وانا عايز تعالى في الموضوع. تمام. ويهدي منها الفقراء والمساكين ولا يكسر عظمها تفاؤلا بمين؟ بسلامه المولود. صعب الكلام؟ لا تمام. طيب يا استاذ، قال انا قلت من شويه ان الاضحيه توزع نيه، فما وجه الاتفاق والاختلاف من العقيقة والأضحية؟ والله يا أستاذ الاتفاق بقية أحكام العقيقة هي نفس أحكام الأضحية من حيث السن بتاعها. سن الشاة تعدي السنة، سواء كان جزع أو الثني تعدي السنة يعني. لما احنا قلنا بقى الجزع يا أستاذ اللي هو تعدي السنة، وسواء بقى كان هي مثلا الضأن أو خروف أيا كان، ما هو الضأن والخروف مثلا أو المعيز، المهم تعدي السنة يعني. تعدي السنة سواء بسكوت أسنانها أو بوقت الزمن يعني. وتسلم من كل عيب ينقص لحمها. يعني مثلا يا استاذ ما يبقاش مثلا ايه ودنها مقطوعه، ما تبقاش مثلا ايه ضعيفه هزيله، ما تبقاش تعبانه، ما تبقاش جربانه. دي كل الحاجات دي كلها. ما تبقاش سنها كلها واقعه، ما هي لو سنها وقعت مش هتاكل، مش هيبقى عندها لحم. فكلمه تسلم من عيب ينقص لحمها ما يبقاش فيها اي حاجه ينقص من لحمها، تخس بقى، تضعف، تهزل. وصل كده؟ ايوه. والاكل منها بقى ياكل منها كده، ياكل تبركا بيها يعني. صاحب الحاجه ياكل منها تبركا بيها يا استاذ. والتصدق ببعضها، يتصدق الفقراء والمساكين بقى، يطلع منها الفقراء والمساكين. ما ينفعش بقى يطلع بقى منها 15 كيلو يبيعهم، ما ينفعش. يمتنع البيع، يمتنع البيع. وتعيينها بالنذور. يعني ايه؟ احنا عارفين الاضحيه يا استاذ نوعين 2: اضحيه منظوره
وتطوع. هو النذر انت يعني ايه تعينه؟ يعني تجب عليك بالنذر. يعني انت لو قلت انا والله يا رب هذبح حقيقه لو ربنا يا رب رزقتني بولد، وجالي ولد، يبقى واجب عليه بالنذر هو يذبح بقى، واجب عليه. وصلت؟ انما غير كده تطوع، سنه مؤكده. نخلي بالنا، مش العقيقه حكمها سنه مؤكده أيوة. زي الاضحيه بالظبط، صح؟ طب امتى تكون اضحيه او العقيقه واجبه عليه؟ امتى تكون واجبه عليه؟ ان كان اضحيه او عقيقه امتى؟ بالايه؟ لو كانت بالنذر يا استاذ. صعب الكلام؟ لا تمام. يبقى اوجه الاتفاق السن يعني ايه؟ والله الجزع بقى، السنتين وقعوا كده بقى جسمها حلو، اذبح يا عم الحاج. عدى سنه، اذبح يا عم الحاج. تسلم من كل عيب، ينقص لحمها او غير اللحم حتى، اللي هو زي الودن كده والديل و... وكده يعني، تنقص اي حاجه زي الرجل والديل والودن يعني. والاكل من ياكل منها تبركا يا استاذ، يتصدق ببعضها وما ينفعش يبيعها ويتجب عليه بالنذر. طب اوجه الاختلاف، تختلف العقيقه عن الاضحيه ان العقيقه تطبخ، اما الاضحيه توزع ايه؟ نيه. لانه عشان يمتلكها يا استاذ، يمتلكها. أيوة. صعب الكلام؟ لا تمام. تمام الحمد لله. ما يسن للمولود. ايه اللي يسن عمله للمولود حين يولد؟ اول ما تولد كده يا استاذ قال يسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى حين يولد، ويقام في الاذن اليسرى يا استاذ. تأذن بنفس الفاظ الصلاه كامله، الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان في الاذن اليمنى، وتقوم الصلاه في الودن الايه اليسرى الثانيه، اقامه صلاه كامله عادي. يبقى تأذن اذان كامل في الودن اليمين، وتقوم اقامه كامله في الودن الشمال اليسرى. صعب الكلام؟ لا تمام. 2 وأن يحنك المولود بتمر يفرم ويلين ويدلك به حنكه داخل فمه. يعني التمره تجيبها كده زي ما النبي ما عمل كده، ويحطها في بقه كده يلينها خالص، يلينها تبقى زي الميه كده يا مستر، وتحنك بها بقه من فوق كده، بحيث ان منها الميه بتاعتها تنزل فين؟ في جواه. وصلت الى الجوف يعني. وصلت؟ اصل مش هياكل، ما هو الطفل مش هياكل لسه مولود، صح كده ولا لا؟ فانطر التمر للمولود عشان يدخله بقه ويبدا يسحبه يمصه كده، يعني ايه؟ لو بقى حاجه منه تتمص يعني. صعب الكلام؟ طب ما فيش تمر، فان لم يوجد تمر فرطب والا فشيء حلو. رطب والا فشيء يا ولاد ايه؟ حلو يا ولاد. اي حاجه ايه طريه كده طعمها حلو تتحط مثلا في بقه يا استاذ. صعب الكلام؟ لا تمام. 3 أن يسمى يوم سابع ولدته. يعني من السنة إن أنت تسميه يوم السابع. طب أنا سميته قبل السابع، طبعا أول ما الواحد تعرف إن هي حامل يقعد يفكر في اسم 9 شهور يعني. طب هي هنسميه قبل السابع، يجوز أيضا ذلك، عادي جدا يا أستاذ. ولكن من السنة التسمية يوم السابع. طب قبل ذلك يجوز عادي، طب بعد السابع يجوز عادي. طب دلوقتي هو ربنا يعني إيه؟ رزق واحد بالابن، وابنه ده مات قبل 7 سنين، انا اسف قبل 7 ايام، يعني قبل ما يتم 7 ايام مات. سنة تسميته ايضا، لازم تسميه برضه. زيد، ابراهيم، محمد، لازم تسميه برضه حتى لو كان مات قبل ايه؟ قبل السابع. وصلت؟ يبقى ما حكم تحنيك المولود بتمر؟ سنة. ان لم يوجد تمر فرطب والا في شيء حلو. طب تسميته قبل السابع؟ سنة. طب بعده؟ يجوز. طب لو مات قبل السابع؟ سنة تسميته أيضا. صعب الكلام؟ لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة، لايك على الفيديو، حاجة بس منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.